ابنك عصبي وبيكسر وبيزعق. خليني أقولك حاجة هتصدمك. العصبية مش طبع، العصبية نتيجة، ولو فضلتي تعالجيها غلط هتزيد مش هتقل. خليني أتكلم معاكي بصدق ومن غير تجميل. ابنك العصبي مش طفل وحش ولا قليل الأدب ولا محتاج ضرب ولا كسر نفس. ابنك العصبي طفل حاسس أكتر مما يعرف يعبر وموجوع أكتر مما يبان. العصبية عند الأطفال مش تصرف، دي لغة. لغة طفل مش لاقي كلمات، بتطلع لما الطفل يحس إنه صوته مش مسموع، أو إن المطلوب منه أكتر من طاقته، أو إن الخوف جواه أكبر من سنه. خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها. الطفل العصبي غالباً طفل ذكي وحساس، بس مش عارف يتعامل مع اللي جواه. وأكتر غلطة بنعملها كأمهات إننا نفتكر إن العصبية محتاجة شدة، نزعق، نهدد، نعاقب، ونستغرب ليه الموضوع بيزيد. لكن وقت العصبية مخ الطفل مقفول، مش بيسمع، مش بيتعلم، مش بيستوعب. انتي وقتها مش بتربي، انتي بتصرعي. أول خطوة حقيقية للعلاج مش عقاب ولا محاضرة ولا كسر عين. أول خطوة احتواك، إنك تنزلي لمستواه، تبصي في عينه وتقولي بهدوء: أنا شايفاك ومتفهمة إنك متضايق. الجملة دي مش ضعف، دي قوة، لأنها بتعلمه أنا مسموع، أنا آمن، ومش محتاج أزعق عشان حد يسمعني. خليني أديكي اختبار سريع. هل ابنك عصبي أكتر وقت الجوع؟ قبل النوم؟ بعد يوم ضغط؟ لو يبقى المشكلة مش أخلاق، المشكلة تنظيم مشاعر، وده بيتعلم مش بيتفرض. لو نفسك تحطي حدود من غير صريخ، وتربي ابنك من غير ما تكسريه، وتفهمي مشاعره قبل ما تنفجر، تابعيني، لأن اللي جاي هيغير طريقة تربيتك فعلاً.